بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنبدأ النهاردة الحصة غير المتزامنة رقم 1 في المنهج بتاعنا اللي هو منهج الصف الثاني عشر. الحصة الأولى بتتحدث عن دالة القيمة المطلقة، إزاي نحسب نهاية دالة القيمة المطلقة. المثال اللي هبدأ بيه النهاردة بيقول لتكن الدالة fx بتساوي القيمة المطلقة لx ناقص 2 على x ناقص 2 حيث الx لا تساوي 2. المطلوب الأول بيقول اكتب هذه الدالة دون استخدام رمز القيمة المطلقة. لاحظ ان الشرط ده هو x لا يساوي الاتنين، لان لو عندي الاتنين هيكون المقام بصفر. وبالتالي اول مطلوب عندي بقول اكتب الدالة بدون استخدام رمز القيمة المطلقة. البند الثاني من المطلوب اوجد نهاية الدالة fx لما x تسعى الى 2 من جهة اليسار، ونهاية الدالة fx لما x تسعى إلى 2 من جهة اليمين. السؤال بعد كده بيقول هل لهذه الدالة نهاية عند x تسعى إلى 2؟ فسر إجابتك. عشان أجاوب على السؤال ده هقول له الحل. يبقى الحل بتاعي أول حاجة هبدأها هي إعادة تعريف القيمة المطلقة اللي هي x ناقص 2. x ناقص 2 هو قال لي x لا تساوي 2، يبقى أنا عايز أكبر من 2 وأصغر من 2. أنا ما عنديش الاتنين في الدالة دي، يبقى أنا هاخد تعريف المطلق لقيم x الأكبر من 2 والقيم x الأصغر من 2. يبقى أول حاجة هقول له آدي القيمة المطلقة بتاعتي اللي هي x ناقص 2 عندك. طيب علشان أعمل إعادة تعريف للمطلق إيه الشروط؟ رقم 1 إن اللي يكون داخل المطلق مترتب بادئ بالإكس. طيب هو مترتب وبادئ بالاكس، طب افرض هي 2 ناقص اكس، ارتبها وابدلها اكس ناقص 2، لان داخل المطلق الطرح ابدالي عادي، يعني مطلق 2 ناقص اكس هي مطلق اكس ناقص 2، هذا داخل المطلق فقط. طيب وبالتالي المطلق بتاعي مترتب، يبقى الشرط الثاني ان انا اجيب الاصفار اللي هي القيمه التي تجعله صفر. اجيبها ازاي؟ اخد معكوس العدد اللي هو المعكوس الجمعي لهذا العدد مقسوم على المضروب في اكس اللي هو معامل الاكس، يبقى صفر المطلق ده هيطلع موجب 2 مقسوم هنا على 1، يبقى صفر المطلق ده هيطلع موجب 2. يبقى اعمل ايه؟ اعمل اعادة التسمية، وهيكون المفصل بتاعي هو الاكس بيساوي 2 اللي هو صفر المطلق. يبقى هاخد لقيم اكس الاكبر من الاتنين، وهاخد التعريف لقيم x الأصغر من الاتنين. لقيم x الأكبر من 2 بيبقى القيمة موجبة، يبقى x ناقص 2. لقيم x الأصغر من 2 يبقى هذه القيم سالبة، يبقى سالب في x ناقص 2. بكده يبقى أنا عملت إعادة تعريف المطلق اللي هو موجود بس في البسط. طب أنا عايز الدالة كلها، يبقى هقسم هذا الكلام الفرعين دول كل فرع منهم هقسمه على المقام x ناقص 2. تعالوا نبدأ نجيب الدالة بتاعتي بعد إعادة التعريف. يبقى هتكون الدالة بتاعتي f of x بتساوي أهي، يبقى إذا ال fx هتساوي آدي الدالة بتاعتي، هنقول x ناقص 2 مقسومة على المقام اللي في الدالة فوق x ناقص 2 لما الاكس اكبر من الاتنين. انا ما عنديش يساوي، والفرع الثاني هيبقى سالب مضروب في x ناقص 2، سالب مضروبا في x ناقص 2 على x ناقص 2 لما الاكس اصغر من الاتنين. الدالة دي محتاجة تبسيط. اقول له اذا على الجنب اهو الاف اكس هتساوي، وادي القوس بتاعي لان الدالة معرفة باكثر من فرع. لما اقسم اكس ناقص 2 على اكس ناقص 2 يبقى الناتج هيطلع بواحد، حيث الاكس اكبر من الاتنين. ولما اقسم سالب مضروبة في اكس ناقص 2 على اكس ناقص 2 يبقى هتلاقي زي ما اقولها بارضه اهي، ممكن اعملها اختصر بهذا الشكل، يتبقى لي هنا سالب 1، يبقى هيطلع لي الناتج هنا سالب 1 عندما الاكس اصغر من الاتنين. الكلام ده اقدر اعود نفسي لما يجي لي دالة بفرعين، اقدر
أبينها على خط الأعداد بهذا الشكل. ادي المفصل بتاعي اللي هو الاتنين، وعلى اليمين اللي هي الأكبر من تبقى قاعدة الدالة طالعة بواحد، وعلى اليسار اللي هي إكس أصغر من 2 قاعدة الدالة سالب 1. يبقى أنا كده البند الأول اللي هو الجزء رقم A في الإجابة اللي كان مطلوب اللي هو إعادة تعريف، اكتب الاف اكس بدون استخدام رمز القيمة المطلقة. يبقى لما كانت الاكس أكبر من 2 الدالة تبقى قيمتها بواحد، عندما تكون قيم اكس أقل من 2 تكون قيمة الدالة بسالب 1. ومثلنا الدالة بتاعتي زي ما احنا شايفين برضو على خط الأعداد. أفضل برضو دايما أعود نفسي أي دالة بفرعين أو مثلها على خط الأعداد بهذا الشكل. وده طبعا المفصل بتاعي اللي هو الاتنين اللي احنا بنعرف عليه المطلق. طيب اللي هو صفر المطلق يعني. الخطوة الثانية أو المطلوب الثاني، أوجد نهاية الدالة اف اكس لما اكس تسعى إلى 2 من جهة اليسار، ونهاية الدالة اف اكس لما اكس تسعى إلى 2 من جهة اليمين. طب عشان نجيب الكلام ده هنبدأ نقول له هنا بسم الله نهاية الدالة يبقى ليميت الدالة اف اكس لما اكس تسعى أو تؤول إلى 2 من جهة اليسار هتساوي ليميت الدالة اف اكس لما اكس تسعى الى الاتنين من جهة اليسار. اروح على يسار العدد 2 الاقي الدالة بتاعتي عبارة عن ناقص 1. يبقى الدالة في الحالة دي هتبقى عبارة عن ناقص 1. نحسب هذه النهاية. الدالة بتاعتي ثابتة، يبقى عند اي عدد قيمة النهاية هتطلع سالب 1، وده الجزء الاول. طيب السؤال أو بقية السؤال بيقول برضو اوجد نهاية الدالة عندما اكس تسعى إلى الاتنين من جهة اليمين. أقول له واه ليميت الاف اكس لما اكس تسعى إلى الاتنين من جهة اليمين هتساوي ايه يا شباب؟ هتساوي ليميت لما اكس تسعى الى الاتنين من جهة اليمين. الدالة بتاعتي اللي جهة اليمين قيمتها 1. ايضا الدالة بتاعتي دالة ثابتة، يبقى النهاية هتطلع بالواحد، ودي رقم 2. يبقى انا كده حسبت له النهاية من جهة اليسار والنهاية من جهة اليمين. تعال نشوف المطلوب الثالث بيقول لي ايه. بيقول لي هل للدالة اف نهاية عندما اكس تسعى الى 2؟ اقول له تعالى بقى بص، النهاية من جهة اليسار سالب 1، النهاية من جهة اليمين بموجب 1. تبقى النهاية موجودة؟ اكيد لا طبعا. يبقى هاجي اقول له من 1 و2، من 1 و2 هتبقى النهاية بتاعت الدالة اف اوف اكس لما اكس تسعى الى 2 من جهة اليسار لا تساوي نهاية الدالة اف اوف اكس لما اكس تسعى الى الاتنين من جهة اليمين. ومعنى هذا الكلام اقول له اذا نهاية الدالة دي غير موجودة. اقول له اذا نهاية الدالة اللي هي ليميت الاف اوف اكس لما اكس تسعى الى الاتنين بصفة عامة غير موجود. وبكده يبقى حلينا السؤال بتاعنا اهو. نشوف السؤال على السريع كله موجود مع بعضه اهو. السؤال كان بيقول من الاول اهو لتكن الدالة اف اكس بتساوي مطلق اكس ناقص 2 على اكس ناقص 2 والاكس لا تساوي الاتنين. وكان بيقول لي اوجد او اكتب الدالة بدون استخدام رمز القيمة المطلقة. اوجد النهاية من اليمين والنهاية من اليسار. هل الدالة نهاية؟ طبعا احنا عملنا اعادة تعريف للمطلق الاول وبعدين عرفنا الدالة بعد كده. لقينا الدالة على اليمين قيمتها بدأت بواحد وعلى اليسار قيمتها سالب 1. جبنا النهاية من اليسار تطلع سالب 1 لانها دالة ثابتة. النهاية من اليمين هتطلع موجب 1 لانها قيمتها برضه 1 بس هي عبارة عن دالة ثابتة. من 1 و2 نجد ان النهاية اليمين لا تساوي النهاية اليسار وبالتالي النهاية غير موجودة.
طيب نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي لتكن الدالة f of x بتساوي مطلق x زائد 3 ناقص 3x. نفس الكلام اكتب الدالة f of x بدون استخدام رمز القيمة المطلقة. أوجد النهاية من اليسار التلاتة والنهاية من يمين السالب 3. السؤال الثالث، هل لهذه الدالة نهاية عندما x تسعى إلى 3؟ أيضا فسر الإجابة. طبعا تفسير الإجابة ده معناه إيه؟ تفسير الإجابة هنا المقصود به يعني هل النهاية اليمين تساوي النهاية اليسار؟ هو ده التفسير اللي احنا بنتكلم فيه. طيب هنعمل إيه؟ هنعمل إيه يا أستاذ؟ هناخد القيمة المطلقة ونعمل لها إعادة تعريف عند صفر المطلق. صفر المطلق هنا أول حاجة أتأكد إن الدالة داخل المطلق مرتبة. رقم 2 أجيب له صفر المطلق بإن أنا آخد معكوس الجمع للعدد أقسمه على المضروب في الإكس اللي هو معامل الإكس. يبقى أول خطوة في الحل بتاعي، دايما أول خطوة في الحل بتاعي بتبقى بهذا الشكل. عود نفسك بهدوء كده. آدي مطلق الإكس زائد 3، يبقى صفر المطلق ده هيطلع عندي سالب 3. يبقى أنا هعرف المطلق أهو لما الإكس تكون أكبر من سالب 3 والإكس تكون أصغر من سالب 3. طب هل هو شايل السالب 3 هنا قال لي إكس لا تساوي سالب 3؟ لا، التانية على إن كان الاتنين في المقام، وبالتالي أقول له أحط المساواة يا إما فوق يا إما تحت، بس إحنا متعودين إن ناخد المساواة مع الأكبر. عندما إكس أكبر من أو تساوي سالب 3 يكون المطلق ده طالع بإكس زائد 3 زي ما هو. طب لما تكون الإكس أصغر من سالب 3 هتبقى قيمة المطلق سالب في إكس زائد 3. طيب يا أستاذ هو جامع معانا أو مطارح منها سالب 3، أكمل الدالة بتاعتي بقى. يبقى إذن أقول له إذن الإف إكس هتساوي إيه؟ نفتح القوس بتاعنا ونطرح 3 من كل فرع من دول. يبقى إكس زائد 3 أو إكس زائد 3 وهطرح منه 3 إكس يبقى ناقص 3 إكس. إمتى؟ لما تكون الإكس أكبر من أو تساوي سالب 3. طب واللي تحت وزع بالمرة، يبقى سالب إكس سالب 3. يبقى هنا سالب الإكس سالب 3 وضيف بقى عندي سالب 3 إكس اللي هي كانت فوق ده اهي. هنضيفها في كل فرع. يبقى امتى الكلام ده؟ لما تكون الإكس أصغر من سالب 3. تمام. تعالوا نكمل كلامنا. طب هنكمل في ايه يا أستاذ؟ هنجمع الحدود الجبرية المتشابهة في كل فرع من الفروع دي. يبقى هقول له إذن الدالة f of x بتاعتي في أبسط صورها بعد إعادة تعريف المطلق x وسالب 3x هتطلع سالب 2x زائد 3. هتبقى الدالة بتاعتي يا إما تكتبها سالب 2x زائد 3 بهذا الشكل عندما x أكبر من أو تساوي سالب 3، والفرع الثاني لما نجمعه هيبقى سالب 4x لأن سالب x وسالب 3x. سالب الإكس وسالب 3x يطلع معايا سالب 4x والحد الثابت هنا سالب 3. الكلام ده لما تكون قيم الإكس أصغر من سالب 3. أصبحت دي الدالة بتاعتي. أقدر زي ما قلت لك نعمل خط الأعداد بتاعي ونوزع الدالة عليها أفضل. آدي خط الأعداد أهو، يعني بيسهل عليا إن أنا أقول اليمين واليسار بسرعة. هنا المفصل بتاعي اللي هو السالب 3 اللي بنعرف حواليه اللي هو صفر المطلق، وبعدين هتبقى لقيم إكس الأكبر من أو تساوي 3. طبعا أنا هنا آدي برضو بنعمل القبة ده هنحتاجها قدام، مش النهاردة، حتى لو محتاجناهاش النهاردة هنحتاجها قدام. على اليمين الدالة قيمتها سالب 2x زائد 3، ادي سالب 2x
زائد 3 لقيم إكس الأكبر من سالب 3. على اليسار اللي هي أصغر من سالب 3 تبقى قيم الدالة سالب 4 إكس ناقص 3. طيب إيه المطلوب التاني؟ عملت إعادة التعريف ومثلتها لك على خط أعداد. يبقى تعالى نشوف إيه المطلوب التاني. قال لي هات لي النهاية من اليمين والنهاية من اليسار عند السالب 3. يبقى تعالى نروح مع بعض ونحاول نحسب النهاية من جهة اليمين والنهاية من جهة اليسار. النهاية من جهة اليسار نبدأ بيها. هقول له يبقى ليميت الدالة f of x لما x تسعى إلى سالب 3 من جهة اليسار هتساوي الدالة اللي جهة اليسار أي سالب 4 x ناقص 3. يبقى هتبقى بتساوي ليميت سالب 4 x ناقص 3 لما x تسعى إلى سالب 3 من جهة اليسار. يعني نعمل ايه يا أستاذ؟ يعني نعوض مكان الإكس بالسالب 3. يبقى سالب 4 مضروبة في سالب 3 ناقص 3. الكلام ده لما نحسبه هيطلع بيساوي 9 وده رقم 1. طيب تعال نشوف النهاية من جهة اليمين. يبقى ليميت الدالة f of x لما x تسعى إلى سالب 3 من جهة اليمين هتساوي النهاية من جهة اليمين. الدالة من جهة اليمين ايه يا شباب؟ الدالة من جهة اليمين اللي هي سالب 2 x زائد 3. يبقى هتساوي ليميت الدالة هتبقى سالب 2 x زائد 3 لما x تسعى إلى سالب 3 من جهة اليمين. يعني نعمل ايه؟ يعني نعوض مكان الاكس. لما نيجي نعوض مكان الاكس بالسالب 3 هتبقى سالب 2 مضروبة في سالب 3. يبقى هتبقى سالب 2 مضروبة في سالب 3 زائد 3. لما نحسب دي بالآلة الحاسبة هتطلع لي النهاية بتساوي 9 وده رقم 2. يبقى عند رقم 1 النهاية من جهة اليسار طلعت ب9. رقم 2 النهاية من جهة اليمين طلعت ب9. ماذا تستنتج؟ أقول له من 1 و2 نهاية الدالة يبقى ليميت الدالة f of x لما x تسعى إلى سالب 3 من جهة اليسار تساوي ليميت الدالة f of x. ده التفسير يا شباب. لما الاكس تسعى إلى سالب 3 من جهة اليمين هتساوي 9. طب معنى الكلام ده ايه؟ اقول له اذا ليميت نهاية الدالة f of x لما x تسعى إلى 3 بصفة عامة هتساوي 9. يبقى السؤال اللي معايا دلوقتي برضو كان عبارة عن دالة قيمة مطلقة. عايزني أعيد تعريف الدالة دون استخدام رمز القيمة المطلقة. بعد كده نوجد له النهاية من جهة اليمين والنهاية من جهة اليسار. جبنا عملنا إعادة تعريف الأول للقيمة المطلقة ورجعنا دخلنا معاها الدالة. مثلنا الدالة بعد إعادة تعريفها على خط الأعداد عشان يسهل عليا أقول اليمين واليسار اللي هي واضحة قدامي دي. بعد كده رحت جبت له النهاية من جهة اليسار. يبقى الدالة اللي جهة اليسار اهي نعوض فيها بالسالب 3 هتطلع ب9. النهاية من جهة اليمين اللي هي سالب 2 x زائد 3 الدالة اهي هنعوض فيها برضو طلعت لي النهاية من جهة اليمين طلعت بموجب 9. من الملاحظ لما ندقق النظر على 1 و2 نلاقي ان النهاية من جهة اليسار بتساوي النهاية من جهة اليمين بتساوي 9. إذا لهذه الدالة نهاية وقيمتها 9. تعالوا نشوف آخر سؤال معانا في الحصة الغير متزامنة. السؤال المرة دي بيقول لتكن الدالة f of x بتساوي x تربيع زائد مطلق x ناقص 1. كالعادة
اكتب الدالة اف بدون استخدام رمز القيمة المطلقة. اوجد النهاية من جهة اليسار للعدد 1 ومن جهة اليمين للعدد 1. والسؤال المعتاد: هل للدالة اف نهاية عند اكس تؤول إلى الواحد أم لا؟ فسر إجابتك. برضو كالعادة زي ما تعودنا، أول حاجة في الحل إن أنا هعمل إعادة تعريف للمطلق. المطلق بتاعي اللي هو مطلق إكس ناقص 1. مطلق إكس ناقص 1 يا شباب، عشان أعمل إعادة تعريف زي ما اتعودت وقلت لسه تو قايلة من شوية، إن رقم 1 أتأكد إن الدالة اللي داخل المطلق مرتبة. النقطة التانية أطلع صفر المطلق، وبعدين أبدأ أعيد التعريف كالعادة زي ما احنا اتعلمنا. الدالة مرتبة، صفر المطلق يبقى معكوس العدد اللي هو المعكوس الجمعي يعني مقسوما على معامل الإكس، يبقى هيطلع موجب 1 تقسيم 1 يساوي 1. يبقى مطلق الإكس ناقص 1 لما نعمل لها إعادة تعريف هتعرف على الواحد. يبقى على اليمين هتبقى اكس ناقص 1 كما هي اللي هي موجودة داخل المطلق عندما اكس أكبر من أو بتساوي الواحد اللي هو صفر المطلق. وعلى اليسار تبقى سالب في اكس ناقص 1 عندما اكس أصغر من الواحد. ده إعادة تعريف المطلق ده. طيب يا أستاذ، الدالة مضاف إلى المطلق الإكس تربيع، يبقى هاجي أكتب الدالة بتاعتي واضيف لكل فرع من دول الاكس تربيع اللي جايه في الاول. اقول له اذا الداله اف اكس هتساوي، ادي الداله بتاعت الفرعين. الفرع الاول هنقول له اكس تربيع زائد، والفرع الثاني هنقول له اكس تربيع زائد. طب زائد ايه يا استاذ؟ زائد هذا الكلام ده اللي هو ايه؟ اللي هو اكس ناقص 2. يبقى هتضيف لي هنا اهو، حطها حتى بلون مخالف، اللي هو اكس ناقص ناقص 1 عندما الاكس اكبر وتساوي 1. طب لما نقول زائد هذا الكلام، طب السالب دي يا استاذ نوزعها بالمره، تبقى سالب اكس زائد 1. اكرر، سالب اكس زائد 1. لما توزع السالب تتضرب في الكل، هنا سالب هنا وهنا موجب، يبقى يطلع الناتج سالب. هنا سالب وهنا سالب، يطلع الناتج موجب. طيب يبقى هتيجي دي بعد ما نفك القوس بتاعها بعد الإشارة الموجبة مفيش منها أي مشكلة، هتبقى أهي سالب إكس زائد 1. ليه يا أستاذ عملتها كده؟ لأن المفروض هنا إشارة سالبة عشان أوزع الإشارات حيث الإكس أصغر من الواحد. إذن في النهاية خالص الدالة بتاعتي هتطلع بهذه الصورة. الاف اكس هتساوي أبسط صورة للدالة بتاعتي في بعد إعادة تعريفها هتبقى الفرع اللي فوق اكس تربيع زائد الاكس ناقص 1 لما تكون قيم الاكس أكبر أو تساوي الواحد اللي هو صفر المطلق. الفرع الثاني الإشارة الموجبة لما تتوزع على القوس لا تغير من القوس شيء، يبقى هنا اكس تربيع ناقص الاكس زائد الواحد لما تكون قيم الاكس أصغر من الواحد. ادي الدالة بعد ما عملنا لها إعادة التعريف وحذفنا القيمة المطلقة أو بدون استخدام رمز القيمة المطلقة. بعد كده ببدأ أسيب الكلام ده كله واروح على تمثيل الدالة بتاعتي على خط الأعداد زي ما احنا متعودين اهو. نرسم خط الأعداد بتاعي وناخد صفر المطلق أو المفصل بتاعي اللي هو الواحد اهو. ادي الواحد اللي بعرف حواليه. على اليمين اللي هي القيم الأكبر من الواحد اللي هي دي، وبرضو بعمل القبة بتاعتي كده اهو، هنحتاجها قدام زي ما قلت لك من شوية، بحتاج القبة دي بعدين. وممكن اقول اكبر او يساوي الواحد، اقفل القبة كده كمان واقوم مظلل اكبر او يساوي، يبقى اظلل نص القبة كده في الناحية اللي احنا
بنقول فيها المساواة. طيب وهتاخد على الجنب اليمين الفرع ده اللي هو اكس تربيع زائد اكس ناقص واحد، يبقى الدالة على اليمين اهي اكس تربيع زائد الاكس ناقص واحد، وعلى اليسار اللي هي القيم الأصغر من واحد تكون الدالة قيمتها اكس تربيع ناقص الاكس زائد الواحد زي ما احنا شايفينها هنا كده. بقى عندي الدالة يمينا ويسارا عرفناها، أبدأ أجيب له النهاية من جهة اليسار والنهاية من جهة اليمين زي ما هو طالب عندي في المطلوب الثاني رقم ب. هقول له يبقى إذن نهاية الدالة ليميت الدالة اف اوف اكس لما اكس تؤول إلى واحد من جهة اليسار هتساوي الدالة اللي جهة اليسار اكس تربيع ناقص اكس زائد واحد، هيبقى هتساوي نهاية اهي الدالة بتاعتي اكتبها الاول اكس تربيع ناقص الاكس زائد واحد كثيرة حدود لما اكس تؤول الى واحد من جهة اليسار. طالما كثيرة حدود يبقى بعوض تعويض مباشر، تبقى الواحد تربيع ناقص الواحد زائد الواحد. طب لما نحسب هذا الكلام راح يطلع قيمته بتساوي واحد، احسبها بالآلة الحاسبة. طيب ديت تبقى رقم واحد. الخطوة الثانية هجيب النهاية من جهة اليمين. النهاية من جهة اليمين يبقى ادي ليميت الاف اوف اكس لما اكس تؤول او تسعى الى واحد من جهة اليمين هتساوي ليميت الدالة لما اكس تسعى الى واحد من جهة اليمين، الدالة بتاعتي هتبقى اكس تربيع زائد اكس ناقص واحد اهي اكس تربيع زائد الاكس ناقص واحد، يعني لما نعوض لانها كثيرة حدود هتبقى برضو واحد تربيع زائد واحد ناقص واحد. بعد ما نحسب الكلام ده بالآلة الحاسبة هيطلع برضو قيمته بواحد وده رقم 2. لما نيجي نقارن النهاية اليسار بالنهاية اليمين هنلاقي ان النهاية من اليسار طالعة بواحد، النهاية من اليمين طالعة بواحد. يبقى هقول له خلاص من واحد واتنين اللي قدام عيني عشان اجاوب له على الجزء الاخير اللي هو رقم سي. بيقول لي ايه؟ بيقول لي هل الدالة اف نهاية عندما اكس تؤول الى واحد؟ فسر اجابتك. التفسير انني بقارن النهاية من جهة اليسار والنهاية من جهة اليمين، لو نفس النهاية تبقى الدالة نهايتها موجودة، لو النهايتين مختلفتين زي ما شفنا المثال الاول تبقى النهاية ليست موجودة او غير موجود. طبعا انا لما عملت المقارنة قدام عينك اهو هنقول له من واحد واتنين دلوقتي اهو من واحد واتنين نجد ان النهاية بتاعت الدالة f of x لما x تؤول إلى واحد من جهة اليسار تساوي النهاية بتاعت نفس الدالة f of x لما x تؤول إلى واحد من جهة اليمين، وفي النهاية بتساوي واحد، يعني في الحالتين بتساوي النهاية بتساوي واحد. أقول له إذن النهاية موجودة وقيمتها واحد. ليميت الدالة f of x لما x تؤول إلى الواحد قيمتها تساوي واحد. وبكده برضو يبقى حلينا السؤال أو المثال اللي مطلوب الأخير اهو في الحصة المتزامنة رقم واحد. السؤال الدالة f of x تربيع زائد مطلق x ناقص واحد، كان المطلوب برضو إعادة التعريف دون استخدام رمز المطلق. أوجد النهاية من اليسار العدد واحد ومن يمين العدد واحد. اشمعنى العدد واحد؟ لأنه هو عارف إن هيطلع لك صفر المطلق هو الواحد، وبالتالي طلب النهاية على يمين ويسار الواحد. وبعدين بيسألك بيقول لك هل هذه النهاية موجودة
أم لا؟ فسر الإجابة. التفسير أهو، إن النهاية من اليسار تساوي النهاية من اليمين، إذا النهاية بصفة عامة موجودة وتساوي الواحد. بكده بتنتهي الحصة بتاعتنا، ونشوفكم إن شاء الله في الحصة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.